السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو تاع اليوم على غرار الإضراب العام في الجزائر حول قانون المرور الجديد. وزارة الداخلية أكد مدير الطرق واللوجستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عبد الغني حماني اليوم الأحد 4 جانفي 2026 أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين، بل يركز على ردع السلوكيات الخطيرة بعد التحقق منها. وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى قال حماني إن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر على الحالات الخطيرة فقط التي يثبت فيها التحقيق، على غرار السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات، موضحا أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث. وأشار المتحدث ذاته إلى أن إعداد مشروع القانون تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين، وتم خلالها إدراج جملة من الاقتراحات، مشددا على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين 100%، بل يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للسلامة المرورية. وأضاف المتحدث أن من بين أبرز ما تضمنه المشروع، ولأول مرة، توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور. إذن كما سمعتوا، قانون المرور مش راح يشمل السائقين 100%، بل يعني راح يحد من السلوكيات الخطيرة اللي تهدد السلامة المرورية، كذلك السياقة في حالة سكر وتعاطي المخدرات. وكاين تحقيق يعني في الحوادث، كاين تحقيق يعني بعد ما يتأكدوا أنه يعني يثبت في التحقيق أنه يعني السائق في حالة سكر أو تعاطي راح يتحمل المسؤولية تاعو. إذن هذا القانون مش راح لا يستهدف كل السائقين، بل يركز على ردع السلوكيات الخطيرة وبعد التحقق منها. إذا نتمنى نكونوا أفدناكم. كان هذا قانون المرور الجديد يعني أكدته وزارة الداخلية ووضحته لكم. نتمنى نكونوا أفدناكم. خلونا تعليقاتكم. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.